بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم. في ناس كتير بتضطر تستخدم أي منوم من المنتجات المنومة في الصيدليات، وهنا طبعا أقصد المنومات اللي هي ينفع تتصرف بدون فحص طبي وبدون روشتة طبية. الحاجات يعني اللي هي مصرح بصرفها ومصرح باستخدامها. تمام. بدون وجود روشتة لها مواصفات معينة. من أشهر الحاجات اللي الناس بتستخدمها مضادات الحساسية، وطبعا مش موجودة في صورة المنتجات اللي حضراتكم شايفينها دي. تمام. لأن مضادات الحساسية أنا أنصح بيها إنها ما تكونش أكتر من يعني 3 أيام كده، مش على طول. يعني مش الناس اللي هي عايزة عندها مشكلة في النوم وأرق فيستمر عليها أكتر من 3 أيام عشان يظبط نومه، ده ممكن تحصل له مشكلة فيما بعد، أو ممكن تأثر على صحته فيما بعد. طبعا بالنسبة للسعر بتاعها، فالسعر بتاعها زهيد جدا. زي مثلا الهستوب هتلاقيه ب7 ريال، ولا أدوية الكحة. ولكن زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش تتاخد في أكتر من 3 أيام أو أسبوع. يعني تكون الفترة اللي أنت عايز تنام فيها أو تظبط النوم فيها 3 أيام، أسبوع بالكتير. تمام. بعد كده في المنتجات والمكملات الغذائية اللي هي بتحتوي على هرمون النوم، اللي هو الميلاتونين، والجابة اللي بتحتوي على حمض الجابة، اللي هو الناقل العصبي اللي بيساعد في يعني تهدئة الدماغ، وبالتالي المساعدة في النوم. من ضمن الحاجات دي ماء ستريب ويلز ووتر، وده في زيه برضو الدريم ووتر، ومنتجات كثيرة بتشبه هذا الأمر. ولكن ده عيبه ان هو بيكفيك ليوم واحد او يومين بالكتير، وسعره في حدود من 15 الى 17 او 18 ريال. وده طبعا بيعتبر تكلفة عالية لو انت هتمشي بيه على طول، لكن ميزته ان هو مثلا امن ويكفيك كنوم كويس جدا. تمام. هنا برضو هتشوف الميلاتونين اللي هو بتاع شركة جاميسون. ده طبعا 5 ملي أقراص سريعة الذوبان، دي 30 قرص. تمام. هتلاقي سعره 66 ريال. طبعا ده سريع في ان هو يختصر لك الوقت بتاع النوم، ولكن طبعا تكلفته على بعض الناس مش مناسبة. تمام. هنا الشركة دي فيها 60 كبسولة مثلا ب100 ريال أو ب90 ريال، هتساعدك إنها ممكن تكفيك شهر. يعني الحباية مثلا هتكون واجعة مثلا بنص 1 ريال. فده طبعا كتكلفة يعتبر اقتصادي لو انت تشتريه مرة واحدة. وبرضه هو بيعتمد على هرمون الميلاتونين 5 ملي. في النقط دي اللي هي زي اللي اسمها ميلاتو سليب، او لو في نقط نفس المادة بتاعتها. دي ميزتها بقى انها بتستخدم 1 ملي لتر من من النقاط الموجودة. يعني تستخدم 1 ملي لتر أو 20 نقطة. كل 20 نقطة أو كل 1 ملي لتر بيحتوي على 5 ملي 1 ملي من الميلاتونين. تمام. ودي اللي هي النسبة الطبيعية اللي بيفرزها الجسم بالظبط. فلو انت مش عايز ارق لما تصحى، او مش عايز احساس انك انت عايز تنام تاني، او احساس اللي هو التكسير في الجسم بعد ما انت بتاخد شيء ينامك، فالنقط دي مناسبة جدا. وكمان سعرها من حدود من 30 الى 35 ريال، لان دي مكملات غذائية فبتتفاوت في السعر بتاعها. فبالتالي دي هتكون انسب ليك من ناحيتين، مش من ناحية السعر فقط، ولكن من ناحية انها بتبدأ يعني بتركيز نفس التركيز اللي بيفرزه الجسم من هرمون النوم، اللي هو 1 ملي. لكن لو انت عايز حاجة اقوى، في بعد كده ال5 ملي، الحاجات اللي احنا وضحناها دي. وفي حاجات مثلها تماما بس من شركات اخرى. ولكن لو انت بدأت بيها بتركيزات عالية، هتكون تشعر بال يعني
باضطرابات في النوم، او ما تتظبطش كده في اول يوم تقوم عايز تنام تاني، جسمك مكسر الكلام ده. ودي كانت نبذة سريعة عن منتجات النوم اللي بتستخدم بدون وصفة طبية. تحياتي لحضراتكم، ولو في أي سؤال أتمنى أنكم تتركوه في التعليقات، وأتمنى أنكم تكسروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.